ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ الفيديو بتاع النهارده من الفيديوهات اللي انا متحمسه ليه جدا، لان هو مشتريات ميك اب وحاجات جايباها علشان خاطر العيد. كل سنه وانتم طيبين. هنقسمه بقى اتنين، هيبقى جزء للميك اب وجزء تاني لمشتريات اللبس اللي انا جبتها. فهنعمل دلوقتي الفيديو بتاع الميك اب، واستنوا الفيديو بتاع اللبس هينزل بعديه على طول. فيديو النهارده متحمسه ليه جدا، لانه من اكتر الفيديوهات اللي انا بحبها وبحب اتابعها كمان. دي خاصه لما يكون فيها حاجات اسعارها كويسه جدا، وفي نفس الوقت الكواليتي بتاعتها حلوه جدا. اعملوا حاجه اشربوها وكملوا معايا باقي. اول حاجه هكلمكم عنها هو الميك اب اللي انا لسه جايباه وقلت هفتحه معاكم. بس طبعا انا كنت فتحت كذا حاجه منه عشان اجربه، وانا طالعه بتكلم عليه ابقى عارفه بتكلم كويس عن ايه. فالصراحه اكتشفت الماركه بتاعت لارين دي طلعت من الحاجات التحفه. يعني هي طالعه زيها زي مايت سينما وبريتي وومن في الاول خالص. الماركة اللي عجبتني قوي وسمعت عنها كلام كتير، فقلت اجربها واشوف هي فعلا دنيتها ايه زي ما بيتكلموا عنها ولا لا. كانت الماركة بتاعت لارين دي الباليت اللي هي بتاعت جود نايت. الالوان اللي فيها هفتح دلوقتي اوريها لكم تحفة. وجبت كمان الباليت بتاعت الكونسيلر والكونتور دي الشيد الاولانية. ودي من مايت سينما، كان نفسي اجيبها الصراحه بقالي فتره. اللي فيها البلاشر والبلاشر الكريمي والبلاشر الباودر، وفيها كمان درجات تنفع برونزر ودرجات تنفع كونتور. استني اوريكم دي اول واحده. دي الالوان اللي هي الكريمي، ودي الالوان اللي على باودر. عايزه اوريكم، بصوا يعني انا واخده اهو خط واحد بس. بصوا البيجمنتيشن دي من الالوان اللي تنفع برونزر. وطبعا تقدري تعملي الميكس اللي انت عايزاه، يعني ممكن تاخدي فاتح مع غامق تعملي لون البلاشر اللي انت عايزاه. بصوا اللون ده هو خط واحد كده. بصوا يعني very pigmented بقى، يعني لما تيجي تمسحي كده بصوا الالوان دي ثابته زي ما هي في مكانها. وطبعا الالوان الكريميه استنى اشيل من عليها ده. بصوا مثلا اللون ده تحفه. الوان النود الجميله. بصوا الصراحه البيجمنتيشن بتاعتها عجبتني جدا. الالوان كمان ممكن تعملوا منها اكتر من ميكس ينفع معاكي. موفره جدا، سعرها ما كانش غالي خالص. كان سعرها في حدود كان سعرها 120 جنيه. فطبعا سعرها والكواليتي بتاعها والبيجمنتيشن بتاعتها والباكجنج بتاعها رائع. اوريكم بقى باليت الكونتور. بالمناسبه انا حاطه منها، يعني انا حاطه منها الكونتور والكونسيلر بتاعت لارين. بصوا هتلاقوني حتى مجربه منها اهو. عايزه اوريكم البيجمنتيشن بتاعها عامل ازاي. بصوا خلينا ناخد اللون الفاتح ده. بصوا خط واحد بس، قد ايه ناعمه جدا. وعلى فكره روايحهم مش وحشه، يعني في حاجات بتبقى الكواليتي بتاعتها حلوه وريحتها وحشه، لا ريحتهم ميك اب يعني. وفي الناس اللي ما بتحبش الروايح هتلاقيهم برضو حلوين جدا. بصوا الدرجه دي مش مديه شويه على اصفر. دي الفاتحه ودي اللي مديه على اصفر. يعني دي ممكن تعملي بيها لايتنج كده، ودي حلوه قوي للناس اللي بتحب الدرجات اللي على اليالو. الاندرتون بتاعتهم على اصفر بتبقى حلوه قوي معاهم. كواليتي حلوه قوي. سعرها رخيص مش سعرها غالي خالص. كانت في حدود ال 95 90 جنيه. وفيها 6 الوان. وينفع بقى انت تمشي شويه كونتور، تعملي بيه برونزنج، تعملي بيه لايتنج. وفي منها درجه تانية للدرجات الاغمق شويه. دي الدرجات الفاتحه. دي بقى الباليت بتاعت الاي شادو. بصوا اولا الكواليتي بتاعتها تجنن، والبيجمنتيشن بتاعها رائع. انا طبعا عملت سواتشات ما قدرتش استنى. بصوا انا هحاول اقرب لكم عشان تشوفوا. بصوا فيها الوان دافيه وفيها الوان مطرقعه وفيها الوان مات. تعرفي تعملي بيها اكتر مثلا من حوالي 20 30 لوك ولا حاجه. فالشيد بتاع جود نايت ده من لارين تحفه. وكان سعرها 190 جنيه، 200 195 جنيه، في الرينج ده مش اكتر من كده. كان سعرها تقريبا 195 جنيه. ف صراحه تحفه. بصوا عايزه اوريكم بقى
وقد ايه بيجمنتد. بصوا انا بعمل بايدي بس واصلا مش مثبتاه، بصوا. وحاطه كده ان انا مش عارفه احط كويس لاني بجرب بايدي كلها هنا وهنا، وكان في ايدي كمان كونسيلر وكونتور. فعايزه اقول لكم ان هو بيبقى ثابت جدا وحلو قوي. يعني انت لو عروسه بتجهزي وجبتي حاجات كتير، وعلى فكره يعني في كميه برودكت نزلت منهم كلها برضو زيها زي مايت سينما، زيها زي بريتي وومن. الصراحه هم كلهم بينافسوا بعض عشان يطلعوا حاجات افضل، واحنا المستفيدين في الموضوع ده لان بيطلع شويه حاجات اسعارها كويسه جدا. وبما انك مش بتشتغلي بالماتيريال دي، انت بتحطيها لنفسك، فهي مناسبه جدا جدا جدا، وفوق المناسبه كمان لان انت ممكن كمان تعملي بيها لوكات سواريه هتبقى حلوه قوي. جبت كمان الليب لاينر ده هو فيه من هنا كده برايه، ودي حاجه حلوه قوي. جبت اللون ده هو على نود، معرفش هو طالع ليه في الكاميرا كده، ده نود على بينك وده نود على بني. فبما ان الليب لاينر بتاعي خلص فاجيب الاتنين دول، هو دي درجاتهم، ده اللي على البني وده اللي على البينك، وبرده كانت اسعارهم حلوه. وده بقى الاختراع الجديد من بريتي وومن، انا كنت اول مره اشوفه. ده شاين لاستنج اي شادو. بصوا فكرته، هو تحطيه مفروض فوق، طبعا ما بترسمي الرسمه بتاعت عينيكي وبتحطيه فوق لون مات، خلاص هو فيه الجلو بتاعه. بصوا هو بيبقى عامل كده وبتابنج كده، وبيتساب شويه بيلزق مكانه وبيطلع بصعوبه شديده. ودي برضو شفتها في لوكات بتاعه اللوك الجديد اللي هو بتاع عروسه البحر او الميرميد. بصوا عامل ازاي، في الوان كتير قوي، شكله حلو خالص وثباته برضو حلو قوي. مجرد ما ده، انا هسيبه ينشف وهوريكم دلوقتي. مجرد ما بينشف في الماده اللي موجوده فيه دي خلاص هو ثابت مكانه ما بيتحركش، شكله حلو قوي. وكان سعره حوالي 45 50 جنيه في الرينج ده. وكمان ده بصوا انا رسمه هنا مش عارفه هيظهر ولا لا، حاول اصور صوره يبان فيها. بصوا انا حاطاه محدده بيه الايلاينر من هنا ومن هنا برضو اهو ظاهر كده من فوق ومن تحت. يمكن بس عشان الاضاءه احاول احط لكم صوره للوك نفسه. بتحددي بيه تحت الايلاينر، ممكن ترسمي بيه برضو لوك اي شادو سواريه، او تحطيه بدل الاي شادو الجليتر، هيبقى برضو حلو قوي وثباته حلو قوي. يعني ما تخافيش ان هو يسيح معاكي او حاجه. انا حاطاه بقالي حبه حلوين 3 4 ساعات مثلا زي ما هو ثابت ما اتحركش ومدي ضاي كده، وممكن تحطيه في الاي كورنر زي ما انا حطاه. بصوا بقى انا كنت عملت قبل كده ريل عن البلاشر دي من مايت سينما، بس المره دي جبت لون نوت كده حلو قوي. انا بحب الالوان بتاعت الالوان دي، بحب اعمل لها ميكس بحيث يطلع لونها لون البشره، ما كانك مش حاطه حاجه يعني. فانا حطيت اهو نقطه صغننه على ايدي، وعايزه اوريكم هو بيبقى عامل ازاي، او الفكره اللي انا عايزاها ايه. لان انا مش بحب البلاشر اللي على فوشيا او على اورنج واضح او على احمر، ما بحبش ده، بحب الالوان دي. بصوا طبعا انا حطيت نقطه نقطه كتير جدا، بس عايزه اوصل لكم الفكره بتاعت اللون اللي انا جبته. التاني كان على بينك شويه كان 101، لكن ده درجته 106. فطبعا انا قعدت اجرب درجات كتير جدا عشان اوصل للون ده. كان عجبني قوي وقلت لا لازم اجيبه. مع ان الباليت بتاعت مايت سينما دي لو انا عملت اكتر من ميكس مع بعض او قعدت اجرب هطلع اللون، بس لا حبيت ده لانه كمان كان ثباته تحفه. لما جيت جبته اول مره وعملت ريل عنه صراحه ثباته كان وهم، واي حد جربه عجبه جدا. وطبعا يعني اللي متابعني عارف انا مغرمه بالضوافر. بصوا الشكل ده، دي ماركه جديده اسمها لالا. بس الصراحه لما جربتها في المحل وانا واقفه علشان خاطر اشوف قد ايه بتبقى ثابته على، لان انا كنت جربت قبل كده وكنت برضه نزلت ريل، كنت جبت الضوافر بتاعه دمع كانت حلوه معايا وكانت طول اليوم تمام لحد ما انا جيت انا اللي شايلاها بايدي، لان انا ما بحبش ابقى مركبه ضوافر فتره طويله. لقيت ثباتهم حلو قوي، يعني السيليكون اللي راكب فيهم او البتاع اللي هو زي الدبل فيس اللي بيلزق الضوافر ده، لا لقيت ثباته حلو قوي، فعجبني الصراحه الالوان دي فجبت ده كمان كده. دي كانت مشتريات العيد اللي جبتها من الميك اب ومن الحاجات الجديده اللي قلت اقول لكم على اسعارها بما ان اسعارها رخيصه جدا، عشان البنات اللي بيجهزوا او العرايس لو عايزين ينزلوا يجيبوا حاجه
يعرفوا ان في ماركه اللي نازله دي فعلا هي ماركه حلوه قوي، اللي هي الماركه بتاعه لارين. والحاجات بتاعه مايت سينما وبريتي وومن منزلين شويه كولكشن، ان شاء الله هجيب لكم حاجات تانية نجربها مع بعض واقول لكم رايي فيها، واقول لكم هي افكتيف ولا لا وحلوه وبتدي اللوك فعلا اللي احنا هنستناه في النهايه. بس كده دي كانت مشترياتي النهارده. مبسوطه قوي اني كنت معاكم، يا رب ما اكونش طولت عليكم. باي باي.